طالبة قطعت العضو الذكري لزوج عمتها علشان اعتدى عليها وصورها بدون رضاها. أغرب جريمة هزت اسكندرية. ندى عندها 19 سنة، طالبة بكلية الحقوق من سيدي بشر، مخطوبة لمحمد 27 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من مدينة تشت بمحافظة قنا. في يوم ندى بتقابل خطيبها وهي بتبكي ومنهارة وبتقوله إن تم الاعتداء عليها. خطيبها بينصعق من الكلام، مين وازاي وامتى. ندى بتقوله ان عادل زوج عمتها استدرجها لشقته واوهمها انه عايزها في موضوع مهم، وبالفعل راحت معاها على اساس ان عمتها في الشقه، لكنها اتفاجئت بمجرد دخولها ان الشقه فاضيه وانهم لوحدهم، وعادل اعتدى عليها. وكمان بعد لما خلص صورها صور وفيديوهات وهي مش لابسه اي حاجه خالص، صورها على موبايله. عادل زوج عمتها عنده حوالي 40 سنة، بيشتغل في إحدى دول الخليج وبينزل أجازات لمصر كل فترة. كان دايما بيعطف على ندى من ناحية المصاريف المادية، لأنه عارف إن أي بنت في سنها بتحتاج مصاريف، وندى كانت بتعتبره في مقام أبوها وبتتعامل معاه عادي جدا، وعمرها ما تخيلت غير كده. ندى بعد اللي حصل ده خافت إنها تقول لأهلها، لأن احتمال كبير جدا محدش يصدقها، لأن عادل معروف عنه أدبه وأخلاقه، وكمان لأن أهل ندى متشددين وممكن يكذبوها بسهولة ويقولوا إنها غلطت مع خطيبها أو مع أي شخص تاني ومحدش هيصدقها. علشان كده ندى سكتت وما اتكلمتش، لكنها بعد فترة اتفاجئت ان عادل زوج عمتها بيطلب يقابلها تاني في شقة سيدي بشر اثناء غياب مراته، بس المرة دي عايزها برضا ندى نفسها مش غصب عنها. لكن ندى رفضت انها تروح له او تقابله لوحدهم تاني، بس اتفاجئت ان عادل بيهددها بالصور والفيديوهات اللي معاه ليها انه هيبعت الحاجات دي لاهلها لو ما سمعتش كلامه وقابلته زي ما هو عايز. ولانها ما كانتش عارفه تتصرف فطلبت المساعده من خطيبها، وبالفعل خطيبها قرر يساعدها وكلم اخوه عبد المجيد 20 سنه طالب بكليه الهندسه، وقال له على كل حاجة ندى قالتها له وإنهم لازم يساعدوها وياخدوا كل الصور والفيديوهات اللي مع عادل. وبالفعل عبد المجيد وافق واتفقوا كلهم على الخطة، واللي كانت كالتالي: ندى هتروح لعادل في شقته، وبعدها محمد وعبد المجيد هيروحوا لها ويحاولوا ياخدوا الصور والفيديوهات من عادل. ويوم الواقعة ندى بتتصل على عادل وتقول له إنها موافقة إنها تجيله ويستناها النهارده، وبالفعل ندى بتروح له وعادل بيستقبلها في شقته، وبطريقه ما ندى بتسيب باب الشقه موارب. وبعد لما بتدخل مع عادل الغرفه، محمد وعبد المجيد بيكونوا داخلين عليهم وبينهالوا على عادل بالاعتداء، واحد بيكتفه والتاني بيهدده بالآلة الحادة انه يقول لهم على الصور والفيديوهات بتاعت ندى، لكن عادل بيرفض. ولما بياخدوا الموبايل ويطلبوا من عادل يفتح الباسورد علشان يشوف الصور على الموبايل ولا لا، عادل برضه بيرفض ويقول لهم انها مش على الموبايل اصلا، وبيرفض يقول لهم مكانها فين. فمحمد وعبد المجيد بيطلعوا البلاستر اللي كانوا جايبينه معاهم وبيلفوه على بقه ورقبته علشان يعترف، بس عادل برضه بيرفض. علشان كده قرروا انهم يموتوه عن طريق الخنق بالبلاستر لحد لما بالفعل بيموت. وبعد لما بيتأكدوا من موته بيقرروا انهم يبتروا العضو ويرموا جنبه انتقاما منه. وبعد لما بيخلصوا بيفكوا البلاستر من على وشه وياخدوا الآلة الحادة اللي بتروا بيها العضو، وكمان بياخدوا الموبايل بتاع عادل ومبالغ مالية موجودة 1400 دولار و90 دينار كويتي. وبعد لما بيخلصوا بيمشوا، ندى بتروح على بيتها ومحمد وعبد المجيد بيكسروا الموبايل ويرموه في البحر هو والآلة الحادة والبلاستر، وعبد المجيد بيحتفظ بالفلوس. وبعد كام ساعة بيوصل بلاغ لقسم الشرطة بوجود جثة عادل في الشقة، وبوصول رجال الأمن ومن المعاينة المبدئية بيرجحوا إن الجريمة نسائية بسبب إن العضو مبتور ومرمي جنب الجثة، كمان الموبايل ومبالغ مالية مسروقة من الشقة. رجال الأمن بيعملوا تحريات لو في كاميرات موجودة في المنطقة سجلت أي دخول أو خروج أشخاص من البيت، كمان لو في أي شهود شافوا أي حد غريب داخل العمارة. وفي نفس الوقت بيخاطبوا شركة الاتصالات وبيطلبوا سجل المكالمات الخاص بعادل، وبيوصلوا من خلاله إن آخر رقم كان على تليفونه هو رقم ندى. وباستجواب ندى وسؤالها عن سبب اتصالها بعادل وعن مكانها وقت ارتكاب الواقعة، ندى بتبدأ إنها تتوتر وتتلخبط، وبتعترف إنها ما قتلتوش وإن اللي قتله هو خطيبها واخوه، وبتقول على الواقع بالكامل وان عادل اعتدى عليها وصورها وانها استعانت بخطيبها علشان يساعدها. وبيتم القبض على محمد وعبد المجيد اللي اعترفوا على الواقع بالكامل، وبيتم الحكم عليهم بالسجن.